الزمالك خطأ فادح بالتعاقد مع جون ادوارد. هو جاي متعاقد معاه على مدير تعاقدات صح؟ اصلا جون جاب مدير تعاقدات تاني بياخد فلوس في النادي الفقير اللي هو نادي الزمالك. طب امال جون شغلته ايه؟ هو مش عارف. اصلا الزمالك متعاقد معاه ان هو مدير تعاقدات. انا مش عارف جون شغلته ايه دلوقتي، يعني انا مش فاهمها بصراحه. انا نادي فقير صح وبوفر بقى دلوقتي أكيد. وانا اتوعدت كزمالك على فكره. هي ليه ايه التعيين؟ ليه تعيين جون ادوارد عن الباقيين كلهم؟ كان في ناس كتير. لأيمن الرمادي قال بقى ما كانش فيه جوان، واتصلت جبت جوان، الاجوان اللي هي الصغيره وده حصل وده حقيقي، وهذا هذه المواقف حقيقيه مليون في المية. والزمالك يعني مش عايز جاب اجوان، مش هقول الكلمه، هحاول انقي الكلام. جاب اجوان من نادي اخر في الدوري العام بيلعب معاه، بس نادي والله. يعني هو قال ايه على حوار النت ده؟ قال لك الشركه اللي بتاعه تحليل الاداء قطعت علينا الفيديوهات علشان ما دفعناش الاشتراك. كارثه 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 كارثه. هو بس هو في الاخر كنت ممكن كانت قبل ماتش القمه الديربي. النادي المخطئ برضو يعني ايه؟ يعني ايه اكونت تويتر ما توثقش عشان ما دفعتش الاشتراك؟ دي مصيبه. والنهارده انت بتسمع هون مصيبه اللي البرنامج بتاع التحليل الاداء ما تدفعش الاشتراك. ايه ده؟ احنا فين؟ ده كده الموضوع رايح بعيد قوي 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 قوي. والمدرب بيقرض اللاعبين ومدرب مش عارف ايه لا صعب بعيد قوي. اللي صبحي طلب من عبد الرؤوف اللي هو يلعب هذه المباراه عشان ينضم للمنتخب الوطني. عواد يعني شاف اللي هو مش هيلعب بكره، فعواد شايف اللي هو اللي بيلعب بالفترات الاخيره، فانفعل جدا على رئيس البعثه احمد خالد وقتها وقال له طب انتوا جايبين لي ليه؟ رجعوني مصر حالا. هنا عواد كان مش عايز اقول عواد كان بتطفش، وسيف الجزيري اللي هو نجم النجوم دلوقتي وهو اللي شايل الفرقه على كتفه دلوقتي كان بتطفش برضو. انا عن نفسي شايف اللي التصريح لم يوفق فيه شيكا يعني بصراحه، اللي هو يقول لان هو اسطوره من اساطير النادي الزمالك صح. فاللي حصل كان بس ليه شيكا بقى قالوا تعالى بقى نقوله مين اللي خلى العيال دي تؤمن بالسحر؟ لعيبه الكوره اللي في الفرقه. ودي برضو مش عارف معلومه يمكن تكون بتقل اول مره. جنش كان بيتدرب اللي هو يلعب لاعب، ابو تريكه كان في الزمالك وقعد في الجنينه وهيمضي للزمالك، والحكايه ابو تريكه خلاص هيمضي للزمالك. كمال درويش قال لا ده يا سنتي. هي علم عامل ايه؟ الاخبار؟ الحمد منورنا لله حبيبي علم والله. شكرا ان انت قبلت الدعوه دي وجيت، والله ليه. مبسوط جدا بجد ان انت يعني جيت على طول، الموضوع ما خدش وقت. لا على طول علم انا حبيبي على طول حبيبي. عايز اتكلم معاك بقى في حاجات كتير قوي تخصك وتخص الزمالك وتخص، عارف ان انت راجل فاهم تالتة يمين وبتاع، فعايز اتكلم معاك في حاجات كتير قوي. قول لي بقى الاول ماشي، يعني انا لازم ابدا معاك، يعني ما دام انت اللي معايا لازم ابدا معاك بقى في الزمالك وفي قصص الزمالك. ماشي. شايف الزمالك دلوقتي ايه يعني؟ رايح فين؟ والاداره بتاعته ايه؟ وقصه جون ادوارد ان هو مثلا بيقول على صبحي ان هو يلعب يعني الكلام ده احكي لي كده. بص علام الموضوع سوداوي قوي قوي فوق ما اي حد يتخيل. وبعدين يعني عارف انت واحنا وصلنا لنقطه اللي مفيش مخرج. ده بالنسبه للاداره دلوقتي قبل جون ادوارد وتكوين الفريق. حتى التعلق، خلينا انط لك بس نقطه، حتى التعلق الرهيب بجون ادوارد من جمهور الزمالك ومنهم احنا ومنهم انا. اما جه جون ادوارد قلنا ندعمه دعم كامل خارق، وقلنا التجربه لازم تنجح عشان يبقى في تخصصيه ده كان بسبب مش بسبب لان جون ادوارد قبل الزمالك ما فيش حاجه مبهره خد بالك هو عملها يعني. يعني مش مثلا نادي فاركو في المنافسات حتى في اللعيبه اللي طلعها في ايقاف قيد في بس قلنا واحد مختص بدل العشوائيه اللي كان بيعاني منها مجلس اداره نادي الزمالك في من اول ما جه. فقلنا فدي عارف انت اللي هي ايه القشايه اللي احنا حلمنا اللي هي تنقذنا واحنا غريق جدا. ده نفس القياس على المجلس خد بالك، نفس القياس على المجلس ده لما جه اللي كان فيه قبليه برضو السنه الاخيره بالاخص في مجلس مرتضى منصور كانت سنه عشوائيه بامتياز. يعني كانت سنه عشوائيه بامتياز. اخر سنه المرتضى اخر سنه كانت صعبه جدا. فقلنا برضو للمجلس ده الناس اللي هتيجي تنقذنا. للاسف ما كانش ده الوضع ولا الحال. نفس الكلام لما جيت النهارده انت بتشوف تكوين الفريق. خلينا نوصل للنهارده تكوين فريق الزمالك. النهارده يانيك فيريرا نفسه اتكلم وقال ان التكوين خاطئ. ده المدرب اللي كان موجود قال اللي فيه اكثر من عدد من اللعيبه كتير قوي في مراكز معينه، وده كل ده قلناه طول السيزون. اللي لاعب واحد بس اللي هو اللي اختاره خوان بزيرا، يعني بالمعنى بالبلدي خالص بيقول اللي كل اللاعبين كل صفقات مش ناجحه انا ما اخترتش الا خوان بزيرا. هو طبعا بعيدا عن يانيك فيريرا اسوأ مدير فني دخل نادي الزمالك اخر 20 سنه، ده يعني قولا واحدا ما فيهاش كلمه. وده برضه يحسب على اللي جابه. ماشي. فالنهارده هو طلع اتكلم وقال كلام صعب جدا هنسرد فيه دلوقتي، ولكن اهمها اللي تكوين الفريق خاطئ. حلو. واللي هو ما اختارش الا لاعب واحد يعني، بس مش تكوين بس الفريق خاطئ. احنا وصلنا لتكوين الفريق خاطئ. وكمان يعني اوقات ايام مرتضى مثلا لما كان بيجيب 17 لاعب 18 لاعب فاكر كان يبقى التكوين خاطئ بس الكواليتي كويس. ما حاجه من الاثنين، لكن الاثنين بايظين. انت النهارده كواليتي مدرب سيء، كواليتي لاعبين سيئين،
كمان تخمه في مراكز، فكل حاجه غلط. طب كمان اداره فنيه للنادي بشكل خاطئ. النهارده الراجل اتكلم مثلا يعني على الملعب، ودي حته كنت بتكلم فيها بقالي كتير قوي. الملعب اللي الزمالك اختاره اللي هو يلعب فيه بديل الزمالك في البدايه، يعني من الشكل الاساسي ممكن تشيد بالقرار اللي الزمالك يخرج بره النادي في الفتره دي. الزمالك كان بيتضر من وجوده في النادي في 100 عقبه، قصه اللي فيه اعضاء كتير جدا بتقابل اللعيبه، ناس تيك توكر كانت بتيجي في التانل في الممر اللي هم كانوا بيدخلوا فيه لغايه كانوا يقابلوا، كان النادي مستباح فعلا في النقطه دي. قد يكون اللي القرار كان صح، بس هتنقل لملعب بقى فيه في فاسيلتيز ريكفري، وحاجات كل حاجه، وجيم وريكفري ومش عارف كل ايه. حاجه. ما فيش من الزمالك ما اتنقلش للاسف لملعب كده، ملعب بعيد جدا عن معظم اللاعبين. معظم اللاعبين انت عارف سكنهم بيبقى في زايد عشان يروحوا ساعه ونص ويجوا. قلنا الكلام ده من شهور. النهارده مدير الفني قال احنا كنا بنتدرب في ملعب ما فيهوش كراسي، مش ما فيهوش بقى جيم وحاجات لا، ريكفري قال ما فيهوش. وكمان طبعا قال لك وافتقدنا كل الاجهزه، وافتقدنا كل الحاجات بتاعه الاستشفاء، وافتقدنا فاشتكى اهو الراجل. طبعا هو ده ضعف شخصيه منه اللي هو ما اتكلمش في ما وقتها، اتكلمش في وقتها، اتكلم بعد بقى ما مشي اصر بعدها. بس انا بقول لك طيب، على جانب اخر انت عندك ازمه ماليه صح؟ كل الناس عارفه يعني، اكيد اي طبعا. طفل في الشارع طبعا. طيب انت حضرتك ما ترجع تتدرب في 100 عقبه، يعني ما ترجع تتدرب في 100 عقبه، لان 100 عقبه هتوفر لك الفلوس هتوفر اللي لك انت بدل بتدفعها الفلوس اللي انا بدفعها وفيها ريكفري. طب هتقول لي المشكله القديمه انت كنت بتقول يا عم سنتي من الاول اللي فيه مشكله عشان البتاع، ماشي عالمي، ما تعمل تنل في كميه اللي هو المغطى. فاكر انت استاد اسماعيليه والمصري طبعا. وبتاع في التنده اللي كانت بتتفرش دي بتاع اللعيبه ايوه ايوه اعملها زيها بس. خلاص ساعه التمرين اللعبه تدخل في البتاع، انفصلت عن النادي اجتماعيا خالص. ادي لو دي الحجه يعني سهل، وهيوفر لك عن بدل ما تقعد تدفع وفي فلوس اكتيفيتي. ايجارات وفي نقطه وملاعب. تانية بقى، انت النهارده جايب لعيبه كلها من انديه شركات ومعظمهم من فاركو مثلا او من غيرها زي احمد شريف حلو. ماشي. اللعيبه جايه من نادي شركه او نادي مؤسسه. احساسه اللي بيلعب في الزمالك والاهلي هو لما بيشوف المدرج طبعا مهم، ولكن التمرين يومي. انت راجل لعبت كوره وعارف الحته دي، انت بتشوف كل 5-6 ايام جمهور صح. ومش في كل الملاعب لان في جماهير بس خلينا نقول في كل الملاعب. جمهور الزمالك الافضل طبعا من السنتين الاخيره، وبيروح الترحالات كلها وموجود في كل الملاعب. طيب لكن انت النهارده في التمرين يوميا بتحس باللي فيه جماهير بتقول لك انت كنت وحش او كنت حلو، فبتحس بقيمتك اللي انت في نادي الزمالك. فابتعادك عن نادي الزمالك خد بالك دي نقطه تانية. بالتجربه اللي احنا قلنا يا ريت نبعد دلوقتي فتره. بالتجربه اثبتت فشلها وما خلتش اللعيبه تحس اللي هي في نادي جماهيري، وما خلتش اللعيبه خلاص. فالنادي كله بقى اصبح نادي شركه، شركه بالمعنى الحرفي، كاني بلعب في فاركو او في انبي او بس فانت النهارده اختيارات شركه بتنافس على الهبوط، دي اختيارات اللعيبه كده، اختيارات فنيه سيئه جدا، بابتعاد عن الجماهير بشكل كبير جدا، ابتعاد عن الرموز. جينا شوهنا وقلنا رموز النادي ما حدش ينطق وما حدش يتكلم. ما هم معلش يعني، مين اللي عرق وجاب 5 افريقيا للنادي ده، ومين اللي عرق وجاب البطولات دي كلها؟ ما هم رموز النادي. ما بقولش اللي هم يتدخلوا، بس كنا نفهمهم. ده انا كانت وجهه نظري وقتها. عملوا كلاش مع برضو نجوم النادي في اولاد النادي في الاول. ما جت التجربه. طب يا جماعه، ما هم نجوم النادي دي اللي صنعت اسم ده، اللي خلت كل الناس تجذب النادي له. هو مين اللي صنع المجد ده؟ هل ادارات؟ لا، طارق يحيى وجمال وهكذا وهكذا واسماعيل يوسف وحسن شحاته وطه بصري، يعني. كل الاساطير دول. فانت مش بقول لك يا عم شاركهم، مش بقول لك اصل في ناس وطبعا شوهوا وجت كلمه ولاد النادي اصبحت سيئه السمعه بسبب التحريك الاعلامي اللي حصل. خليني مؤدب اقول التحريك الاعلامي اللي حصل، تمام. فاصبحت كلمه سيئه السمعه. قمت انا جيت في وسط، انا دايما بحب الحلول الوسط، ما بحبش ولا اكستريم هنا. قلت لهم طب ما تقعدوهم تفهموه، ما تجيبوهم. خد بالك حتى زي ما نقول ايه، بالمكيافيليه الاعلاميه. النهارده اي برنامج في مصر بيعمل ايه؟ بيجيب زملكاوي، راجل نجم زملكاوي نجم اهلاوي، صح؟ حلو. اي برنامج في مصر حلو، صح. فانت لما تعادي النهارده تقريبا في 15 برنامج رياضي، 10 الشمس والحدث وكل القنوات وام بي سي واون وكله. فما في 10 ضيوف اهلاويه اصلا مش معاك، ماشي، وفي 10 اللي هم معاك. لما تعاديهم يعني خلاص يا عم انسى، هبقى ما حدش معايا اصلا يعني، ولا اهلاوي ولا زملكاوي. فبالذكاء وبالعقل وبالمنطق ابقى انا حتى بكسب الاعلام بطريقه انت عايز تقول ان انا اكسب الاعلام بطريقه اندايركت، بطريقه غير مباشره، ابقى حتى كاسب رموز الزمالك اللي بتطلع في القنوات عشان يبقوا في ظهري. لا، عديناهم وشوهناهم وشوهنا كلمه ولاد النادي. النهارده اي حد هيتكلم من اللي فات. انت شايف التجربه بعد التصريحات المرعبه اللي حصلت من يانيك فيريرا، وكمل عليها ايمن الرمادي بتصريحات اكثر رعبا. يعني قال كلام كتير. ايمن الرمادي قال بقى ما كانش فيه جوان، واتصلت جبت جوان، الاجوان اللي هي الصغيره وده حصل وده حقيقي، وهذا المواقف، هذه المواقف حقيقيه 100%. والزمالك
يعني مش عايز جاب اجوان، مش هقول الكلمه، هحاول انقي الكلام، جاب اجوان من نادي اخر في الدوري العام بيلعب معاه، بس كلام نادي بجد؟ والله. دي مصيبه دي، ازاي نادي لا بيخلي احنا الناس بص، انا بروح بطبيعه الشغل دلوقتي، وحتى قبل كده في الصحافه وغيره في انديه الدرجه الثانيه والثالثه، الاجوان دي موجوده اكيد طبعا. في الثانيه، ده انا بمرن عيال صغيره ببقى موجوده في اي الاجوان، اكاديميه. حتى لو الجون خلينا اللي هو الجون الخماسي العادي ببقى اه معايا الجون الصغير ده بستخدمه في التمرين اكاديميات، عادي. في كده كده الاكاديميات كده كده صح. طبعا. فايمن رمادي جه ما لقاهاش، مم. واتكلم بقى و في اخر الحته اللي هي اللي تهم، اللي قال الزمالك خطأ فادح بالتعاقد مع جون ادوار. هو جاي متعاقد معاه على مدير تعاقدات صح. مم. اصلا جون جاب مدير تعاقدات تاني بياخد فلوس في النادي الفقير اللي هو نادي الزمالك. طب امال جون شغلته ايه؟ ما انا هو مش عارف، اصلا الزمالك متعاقد معاه ان هو مدير تعاقدات. انا مش عارف جون شغلته ايه دلوقتي، يعني انا مش فاهمها بصراحه. لما هو مم. جايب مدير تعاقدات ومدير مش عارف ايه ومدير ماليه، كل دول مديرين وبياخدوا فلوس، ها. حلو. فانا مش عارف جون ايه المفروض مدير رياضي صح. المفروض فانت كنت تعملها مدير تعاقدات، انت كنت بتعملها في فاركو عادي حلو. عشان توفر القصه اصلا فين. حتتك. ايوه بتاعتك كنت مم. عملت. واصلا تعيين مدير التعاقدات مثلا يعني، وطبعا انا مش ضد الراجل وهو خد بالك جون محترم، والراجل اللي معاه محترم، كل الناس لا معاه احنا مش احترامنا لشخصه لكل كده حاجة. كده، احنا بنتكلم في الشغل مش انا نادي فقير صح، وبوفر بقى دلوقتي أكيد. وانا اتوعدت كزمالك على فكره. هي ليه ليه التعيين جون ادوارد عن الباقيين كلهم؟ كان في ناس كتير، لان جون ادوارد وعد وعود كبيره جدا بادخال موارد ماليه لنادي الزمالك عن طريق علاقاته حلو. اذا كانت في اسبانيا، اذا كانت في السعوديه، اذا كان ده ما حصلش. حلو. ما حصلش. مم. تمام. وانت بس بالعكس الغلط مش عليه. انا اوعدك اقول اه لك يعني، انت دلوقتي انا اروح اقعد مع النادي الاهلي اقول لهم انا هتعاقدوا معايا وهجيب لكم ميسي بكره ايوه يقوموا متعاقدين معايا. ايوه. انت لا فاهم لا ما قصدي؟ هو لا ما خلاص احنا، ما الغلط فعلا مش عليه. ما احنا عارفين خلاص اللب، احنا قلنا مم. سنتين من العشوائيه، فاحنا كنا عايزين حاجه تنقذنا. انا فاهم قصدك. فالراجل جه للاسف لحد اللحظه دي لا انتوا شفتوا اهو الناس كلها النهارده، حتى بعد ما نيك فيريرا اتكلم، حتى الاكثر المحبين للتجربه او الداعمين او اللي لسه مم. شايفينها كويسه او قالوا ايه بعد التصريحات يا نيك فيريرا؟ لا اكيد انا بقول العكس. انتقدوا اكيد انا بقول قالوا له ده العكس. مدرب مالطا. طب ما هو مدرب مالطا هو اللي جايبه صح اصلا يعني. طيب ماشي، انت حتى انتقادك انت مش عايز تنتقده خالص، وازاي ويطلع يقول كده؟ انا بس بسالك سؤال، انت مدرب، هو فعلا مدرب اسوأ مدرب خلاص، دي ما فيهاش كلمه يعني، مش دفاعا عنه، ماشي. ولكن مدرب ظهر بهذا يعني بالشكل ده وتجربته كانت فاشله قوي. فهو الراجل جابوا شوبير على الهوا، فبيقول له انت والله كنت فاشل. هيطلع يقول له ايه؟ والله الاداره، لان الاداره لم توفر واحد اتنين تلاته. فده طبيعي اللي الراجل حلو. يتكلم، خد بالك. حلو. اصل الناس شايفه ان الراجل مش طبيعي يتكلم، لا بالعكس. يعني انا النهارده شغال في نادي، فالنادي بعد ما مشيت الناس بتشوهني، بتقول وتعيد وتزيد، طب وما لا انتوا ادتنيش فلوسي ولا احترمت حتى اللي انا هنزل. خد بالك يعني اداره الزمالك دي، الراجل جه قال لهم خدوا بالكم، بعيدا هو خلاص راجل سيء، انا مش بدافع عنه عشان الناس هتفهم غلط. الراجل قال لهم طب تعالوا، انا يعني انا ليا 5 قروش هاخدهم قرشين بس نخلصهم دلوقتي. طب وهنقعد معاك ونديك، ما فيش حاجه ادت له ولا حد اداله. فالراجل ولا خد فلوسه، بل بالعكس هو كان بيقرض اللاعبين زي ما هو قال، وده حقيقي. كان بيقرض بعض اللاعبين في النادي فلوس، مم. وكمان متشوه في الميديا اللي هو راجل، وهو فعلا ملط، بس هو فعلا ضعيف مم. جدا. تمام. طب هو المفروض ما يعني اما يستضيفوه يقول ايه؟ النادي كان موفر لي كل حاجه بس انا اللي عبيط لا كده يعني. هيدافع عن نفسه. بس هيقول فطب انا ده اكيد طبيعي مثلا يعني. كانوا ما بطلب كذا ما بلاقيهوش، ما فيش فلوس، ما فيش كذا اكيد. فحكوا له كل حاجه. هو عنده حاجه فارغه صحيح يعني، مثلا إيه؟ حوار اللي النت طبعا هو ده مستحيل. اللي شركه يعني هو النهارده قال ايه على حوار النت ده؟ قال لك ان الشركه اللي بتاعه تحليل الاداء قطعت علينا الفيديوهات علشان ما دفعناش الاشتراك. كارثه 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 كارثه. هو بص، بس هو في الاخر كنت دي ممكن كانت قبل ماتش القمه الديربي صح؟ بس انا ده طب مش مبرر، بس كان اشتغل بلدي عادي، ما يجيب الفيديوهات ويقطعها مع كل لا لا اشتغل يعني بلدي. اشتغل بلدي يعني فاهم. لا ما في، اقول لك على حاجه، في انديه ما عدا مثلا عدي السته التوب، ايوه ايوه السته الاوائل بيشتغل بقى في السيديهات الدوري. لا في الدوري بيشتغلوا بلدي يعني ايه، مش بلدي تاخد بالك سهله يعني. ما أيوة احنا أيوة. في الدرجات الادنى يا سيدي، مم. بلاش في الدوري. مم. بس انا بقول لك انا عارف ان الناس في الدوري بتشتغل من غير الشركات، لان الشركات في انديه مثلا ما بترضاش تدفع للشركات الفلوس دي، فاهم. شايفه اللي ده كتير، فاهم. وفي انديه بتدفع، وهي مش كتير ولا حاجه. خد بالك ارقام عبيطه يعني، مش فاهم. على حسب ما انت بتحتاج في ارقام، بس يعني مش الرقم مثلا عشان الجمهور الزمالك ما تخضش اللي هي 2 مليون، ما فيش الكلام ده. مم. ارقام هاديه يعني. بس هنقول ان في انديه في الدوري ما بتشتغلش كده، بس بتشتغل، بتجيب الماتش بتقطعه فيديو، بتقطع الايجابيات والسلبيات، بتقطع الثوابت، وانت عارف طبعا راجل في طبعا. الكوره بتقطع الثوابت اللي ليك واللي عليك وتشتغل عادي. ده انا قصدي اللي هو بتحجج، بس في النهايه النادي المخطئ برضه. يعني ايه يعني ايه اكونت تويتر ما توثقش عشان ما دفعتش الاشتراك؟ دي مصيبه. والنهارده انت بتسمع اهو دي مصيبه.
اللي البرنامج بتاع التحليل الاداء ما اتدفعش الاشتراك. ايه ده؟ احنا فين؟ ده دي كده مصيبة. الموضوع رايح بعيد قوي 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 قوي. مم. والمدرب بيقرض اللاعبين ومدرب مش عارف ايه لا صعب، بعيد قوي وانت الموضوع، كان بعيد اديته قوي. فرصه ان هو يقول ان انا يعني حتى لو هو مدرب وحش زي ما انت بتقول، انت اديته فرص حاجات كتير، حاجات كتير ان هو يقول ده انا ما لقيتش كذا وكذا وكذا. أيوة. امتى اقول ده مدرب مثلا وحش قوي واحكم عليه 100%؟ لو انا موفر له كل حاجه بس هو ما نجحش. أيوة. طب انت بتشوف ايه قصه حته جون ادوارد ان هو بيتدخل في حته ان صبحي يلعب دي واخر غلطه وبتاع؟ بتشوف القصه دي ازاي؟ ايه رايك بص، فيها؟ ما عنديش والله العظيم بجد معلومتي اللي عندنا ممكن تبقى مخطئه، ممكن انا مش يعني مش ماشي. اللي صبحي طلب من عبد الرؤوف اللي هو يلعب هذه المباراه عشان ينضم للمنتخب الوطني. فعبد ماشي. الرؤوف وجد اللي هو ممكن يديله دافع عادي ويلعبوا المباراه هنا في اللحظه دي. وانا اقول لك المعلومه كامله اللي عندي في اللحظه دي، في التراي ماتش لعب فعلا صبحي ووافق عبد الرؤوف، ده كان قرار عبد الرؤوف. فلما لعب في تراي ماتش عواد يعني شاف اللي هو مش هيلعب بكره، فعواد شايف اللي هو اللي بيلعب بالفترات الاخيره، فانفعل جدا على رئيس البعثه احمد خالد وقتها وقال له طب انتوا جايبين لي ليه؟ رجعوني مصر حالا طالما انتوا ايه. وبجد فعبد الرؤوف لما سمع الكلمتين دول قال لا خلاص انت راجل مش معانا وانت مش هتلعب في الماتش وهتخرج بره ال 18 ولعب مكانه اللاعب الناشئ دخله حتى جوه ال 18. فكان ده قرار عبد الرؤوف، ده الروايه اللي عندي. ممكن يكون عبد الرؤوف اتضغط عليه من ممكن، انا ما اعرفش، بس الروايه اللي عندي لحد دلوقتي دي. ولذلك عبد الناصر محمد يعني المدير الكره في النادي قال اللي فيه لاعب اخطا خطا هو كان القصد بيه عواد، ولكنهم ايضا تناسوا. هنا بقى النقطه برضو الثانيه، عشان اللاعب هنا عواد كان، مش عايز اقول عواد كان بتطفش، وسيف الجزيري اللي هو نجم النجوم دلوقتي وهو اللي شايل الفرقه على كتفه دلوقتي كان بتطفش برضو. مثلا مهدي، بس عشان هم جابوه. واحنا قلنا اللي الثلاث حراس هيعملوا مشاكل، ثلاثه عشان ثلاثه اسماء كويسين. برافو عليك. ما ينفعش اجيب في اي نادي في العالم مستحيل يعمل كده. فاهم. تمام. وخاصة في ظروف نادي الزمالك اللي انت ما بتاخدش فلوس فانت عايز تلعب بقى. يعني انا ما باخدش فلوس وما بلعبش. انت هعمل مجنون. طيب صح. فالنهارده الثلاثه دي كانت كتير قوي. طب المهدي اصلا ما جاش وما سافرش وما جاش التمرينه، فين عقوبه المهدي؟ فين الكلام على المهدي؟ عارف ليه؟ المهدي محسوب ان انا اللي جايبه. طب هو ده كلام؟ انا ده اللي هو مين؟ انا المدير الرياضي. ما هي مالهاش ما هو ماشي. قول لي ليه عواد بس اللي هيتحاسب؟ طب وليه مهدي سليمان ما المهدي ما راحش ما سافرش ليه اصلا؟ مهدي جنوب افريقيا هو ده عشان ما راحش التدريبات يومين ورا بعض. ليه بقى ما راحش؟ عشان عشان ما بيلعبش. هو عايز شايف اللي هو لازم ياخد فرصه ولازم يتواجد ولازم يلعب، فعمل مشكله وظهرت واتكتبت في كل حته. سويقه دي 3 اجوان مش عاجبهم وبيتخانقوا ان هم يلعبوا. ماشي. ما انا وده دليل ان الزمالك في احتياج طبعا. بعد لما يبقى في احتياج لاداره، ده الاول الزمالك ما عندوش اداره اصلا. بس لا احنا بنتكلم على فريق كوره اللي يخص كل الملايين وما كل اللي في النادي ده بادارته بكل اللعيبه بكل الهاند بول بالفولي بكل ده، ما يفرقش مع جمهور الزمالك اللي يفرق معاه فريق الكوره بس. طبعا ده دليل الخناقات اللي حصلت دي. خلينا في خناقه عواد الكبير عشان خناقه المهدي ما اتحكتش او ما اتحكتش عشان هي على الكيف. بس خلينا نقول اللي الخناقه الاخيره دي بتاعت عواد تدل على ايه، او الشاهد منها دايما اللي هي كلمه اسمها الشاهد. يعني الشاهد في الموقف ايه؟ الشاهد في الموقف الزمالك محتاج مدرب اجنبي، لان اللاعب المصري دايما بيتقمص من المدرب المصري. اصل هو بيزعلان مني، بس هو ما بيحبنيش، اصل هو مدون مني. من 5 سنين كنت بلعب معاه مش عارف فين بس احمد عبد الرؤوف مدرب مميز، مشروع مدرب كبير طبعا. يبقى المدير الفني المساعد للمدرب الاجنبي، لان كده الزمالك بيحميه. انا بقول لك الزمالك محتاج مدير فني اجنبي. ده لو في حاله اللي الزمالك جاب اداره اصلا. يعني كل ده طبعا بقى الزمالك لما او الاداره اللي موجوده تفوق بس شويه من القصه اللي عندها لان الاداره صعبه قوي. ما شفتش كميه قرارات غلط بتحصل بالشكل ده. يعني انا رحلتي من 2004 لما فاروق جعفر قال التيشيرتات لو انت فاكر لحد 25 النت قطع على لا يعني الاشتراك قطع على البتاع. دي صعبه قوي. مصيبه طبعا. فانت النهارده هتحاكم لاعب ازاي؟ اي لاعب في الملعب هتحاكمه ازاي بجد؟ انا وما ببرأ وما بديش يعني مبررات للاعبين وكل حاجه. انت بتلعب في نادي الزمالك فلازم تلعب وكل حاجه تمام 100 الجمهور طبعا. وعشان ده خلاص انت ارتضيت بكده، انزل موت نفسك في الملعب وبعد كده اطلب فلوسك. الجمهور هيجيب لك فلوس، مش قصدي. بس انت هتحاكمه ازاي؟ هتحاكم المدرب اللي انت لسه قايلها دلوقتي يعني فيريرا ده هتحاكمه 100% ازاي وانا مش موفر له حاجه؟ طب ممكن اسالك سؤال مهم بما انك من الناس القريبه قوي لشيكابالا يعني؟ ماشي. شيكابالا لو كان موجود في نفس القصه، شيكابالا لو كان موجود في نادي الزمالك دلوقتي ككابتن فرقه، انت شايف ان هو بقى مش موجود ده ممكن يكون اثر على اوضه اللبس في الزمالك؟ لانه لو كان موجود كان ممكن يلم القصه دي. بالجواب قاطع طبعا. شيكابالا تاثيره في اوضه اللبس كان كبير جدا. كان بيعمل ايه بقى؟ كان ممكن يعمل ايه؟ شيكا بيعتبر نفسه فعلا ابن عارف انت يعني موضوع كابتن ايمن اللي اتحكى النهارده
ماشي. هحكي حكايه. كابتن شيكا رد في مره. كابتن ايمن كان دائم الكلام في الموضوع ده داخل نادي الزمالك. قال له لا احنا نادي الزمالك كابتن، يعني فاهم. ففي كلاش حصل، يعني مش كلاش، في رد حصل في موقف زي ده. لا بس خلينا نتكلم على كله، يعني خلينا نتكلم على كل حاجه، مش برد واحد. بس انا بقول خد بقى الجديد. بس هو برضه في الظروف دي عشان ما اظلمش حد، شيكابالا هيعمل ايه؟ الموضوع مدون قوي، الموضوع بعيد قوي المره دي. فاهم. كان هيلم شويه، هيلم مع اللعيبه ان عشان خاطر يا مهدي، عشان خاطر يا عواد بتاع، وبعدين مره واثنين وثلاثه واربعه وخمسه وسته، والناس مش لاقيه حلول، والناس ما عندهاش اي حلول، والناس شايفه اللي انت جبت لعيبه قليله جدا لا تستحق ارتداء تيشيرت الزمالك، بتاخد فلوس اكتر منها، او واخده او هتاخد عقود اكبر من اللي موجودين. فكل دول انت شايف كده فعلا؟ في حسام عبد المجيد مثلا، ده راجل بياخد 3 4 مليون في نادي الزمالك، صح؟ في لعيبه طبعا في لعيبه جت ما تنفعش تلعب كوره اصلا، مش ما تنفعش تلعب في نادي الزمالك. مصريين ولا اجانب؟ الاثنين. فرقه هو اصلا مميز في الفرقه، عدد قليل اصلا مميز في الفرقه كلها، عدد قليل، فباينه يعني مين للناس. اللي انت بتشوف ان هو زمالك؟ بس خلينا نرجع لحته شيكا عشان معلش. لكن هو كان بيشيل كتير قوي، كان بيلم وراهم كتير، اللي هو بيعتبر نفسه كلاعب. هو مش لاعب عادي، هو بيعتبر فعلا بجد اللي هو الكيان ده والمكان ده انا ابنه، جمهور، ابن النادي، ابن التالتة يمين، فانا لازم احافظ على النادي ده واحافظ على. فكان في الاوضه بيلم لحد ما، بس انا بقول لك في الظروف دي ما كانش هيعرف يعني. كانت هتفرط منه دلوقتي، ما كانش هيعرف. هو هيلاحق بقى على المهدي ولا على عواد ولا على صبحي ولا على والقصص اللي دايره في النادي اللي انت يعني انا دلوقتي كل حاجه اللي الناس هيعمل فيها شيكا اللي الناس ما بتقبضش خالص. فمش عشان مثلا نقول لك ايه، ما هنقارنه مثلا بالكابتن الموجود ده، هيعمل ايه عمر مثلا؟ خلينا نقول عمر بشكل واضح. عمر قول لي ايه الدور اللي يقدر يعمله؟ هل هيروح يقبض اللعيبه من جيبه؟ هيقعدهم ازاي؟ سكتهم مره 2 3 4 وبعدين. ايوه، ولو سكت ده او ليه عشان دلالة على ده لا ده طبيعي. فالقصه هتبقى فيها ظلم للكابتن الموجود دلوقتي اللي هو عمر جابر. لكن في النهايه يعني عايز اقول لك فكره الشيكابالا لعب كتير قوي 20 سنه، فدي كانت فارقه معاه شويه في حته فالناس كانت في النادي له الهبه بتاعه توتي في روما مثلا. ايوه. فكان في ناس بتكبر له في الفرقه. فاهم قصدك. فدي لا، وشيكابالا ايقونه الزمالك. ايوه فاهم. ففي ناس كانت بتكبر له، بس كانت هتكبر له كام مره؟ الموضوع ماشي وحش قوي في مناطق وحشه يعني. قول لي بقى السؤال التاني بتاع مين اللعيبه اللي ما انت تستحقش. انت في نص الكلام كده قلت لي اللعيبه، فانت انا حاسس كنت بقفل لك النقطه بس لا عشان عادي الناس ما انت شايف مين من دلوقتي من اللي بيلعبوا ان هو ما يلعبش زمالك؟ انا هرجع لشيكابالا تاني على فكره، بس ماشي انا بما اننا قلنا دي كده، فانت حاسس مين اللي ممكن يكون ايه ده؟ لا ده ما يلعبش زمالك، ده بياخد فلوس اكتر من اللي تستاهل، ده لو بيجي لا ده هيحمد ربنا وياخد فلوس قليله ان هو بيلعب في الزمالك كده. هم بارون لحد دلوقتي كل الاراء اللي فيه مش كويسه. اللي ما لعبش خالص ده الباك اليمين اللي جاي مكان عمر، ماشي يعني او بديل لعمر. لحد دلوقتي كل الناس بتقول لي مش اجمد حاجه، والدليل اللي هو ما لعبش مع كل المدربين. ان شاء الله نشوفه في كاس الرابطه، وان شاء الله يبقى كلامهم غلط، وان شاء الله يبقى كويس. ماشي. مين المميزين طيب؟ ما انا بعد هو محمد اسماعيل، محمد شحاته، ومن القدام الونش طبعا، وحسام عبد المجيد. حسام شيكوبانزا ايه رايك فيه؟ بص شيكوبانزا مش اجمد حاجه ولا يستحق يلعب في نادي الزمالك، صح؟ بس انا لحد يناير لحد ما ابيعه لازم استخدمه، صح. الواد لما بيلعب في قلب الملعب جوه، شفته في الماتش اللي فات من افضل ماتشاته هو. ليه؟ ده لاعب هو مش وينجر خلاص، باينه قوي. هو بياخد الكره بيطلع اوت، مفيش حاجه بتوقفه. لما حتى بتكون مفتوحه له هو خلاص، الراجل ده تلعبه في قلب الملعب يا 9.5 يا 9 لحين، مش بقول يقعد لحين يناير، بس يبقى انت استفدت منه لغايه يناير. لكن شيكوبانزا في اي ظروف في اي عهد في اي وقت عمره ما كان يلبس تيشيرت نادي الزمالك، عمره. بس هو سريع قوي يعني لو جيم اقول لك على حاجه، انا قصدي 9.5 او 9. لو حد اشتغل معاه على الفينش وعلى القرارات، عنده امكانيات سرعه وقوه وعنده مهاره وعنده. بص على مست الحته دي انا عندي مش قصدي حاجه والله، وانت هتفهمني، انت راجل بتاع اكاديميات وهتفهم، فهتفهمها قوي اكتر من اي حد. يعني هم في اوروبا مع اصل بيزيرا برضو عنده مشكله الشوطه ضعيفه قوي. فالزمالك يشتغل ما تهزروش يا جماعه. هو الراجل ده كان في امريكا اللاتينيه وراح اوروبا، اكيد مليون مدرب عدى عليه واشتغل معاه عليه. بس هي بتبقى خلاص قدرات. فاهم قصدك. شيكوبانزا ما بقولش يتساب بقى، يعني اللي هو ما يشتغلش، يشتغلوا عليها، بس هو بالاخص شيكوبانزا عن اخوان كمان في القصه دي. شيكوبانزا هم عدى لاعب، ده لعب في 12 نادي في 6 سنين، او لعب في 6 حاجه كده، لعب في انديه كتير جدا في البرتغال، او انتقالات ملاش 12 نادي و12 انتقال. وانت اصلا شفت الاتيتيود بتاعه كده، وكنت حذرناه، هو باين ان هو مجنون. فانت مش فاهم. انت جايبه بتتعامل معاه على بالوتيلي، هات بالوتيلي بقى جامد. يعني هات بالوتيلي بس جامد. ايوه انا في اول ما جابوه بتاع واللقطتين اللي عليه قلت ده بالوتيلي بس جامد. يعني هيبقى جامد.
لا ولا جامد ولا ولا اللي هو انت عارف تتعامل مع عقليته يعني. فهو عنده مشاكل لحد يناير، لان لازم يمشي طبعا. لو الزمالك عايز يكون فريق، لو الزمالك عايز يروح الوداد ويشوف، شوفنا ماتش الجيش والاهلي، شوف الناس كلها ما اتكلمتش عن نقطه معينه كده اتكلمت عليها في الثبات الانفعالي اللي عند لعيبه الاهلي. ده من الخبرات. النهارده اي فريق تاني كان ممكن يدخل الجيم ويتخانق ويبداوا يعملوا الازاز ويرموها لبعض. وده فرق بين الاهلي والاهلي نفسه. انا مش هقارن الاهلي بحد تاني. ماشي. الاهلي والاهلي نفسه في نهائي دوري ابطال اللي هو اتلعب في الوداد ماتش واحد، السوليه رمت البتاع والناس داخله اتغلبوا ما شافوش، لان ده وقبل المباراه احنا اداره الاهلي اخطات في اليوم ده، دخلت الفريق جيم نفسي مهزوم قبل المباراه. صح، دي حقيقه. اللي احنا مغلوبين، اصل الكره راحت خلاص، القرعه راحت للوداد مش هتتغير، فانت كنت لازم تروح تلعب الماتش وخلاص كانك متعادل. واكم من مرات النادي الاهلي كان موجود بيلعب في القاهره مثلا زي صفاقسي متعادل 1-1 من 0-0 وراح كسب هناك، راح يكسب هناك، وهكذا. واكتر من نهائي لو عدناها وليد سليمان بتاعه الترجي التونسي، صح. وغيرها من كتير نهائيات كتيره يعني. فالنهارده اعتبر ده كان من ماتش واحد وانت متعادل في القاهره 0-0. انت كنت بتتعادل 1-1 تروح تاخد البطوله. انت بتعادل مع الترجي 1-1 في برج العرب، ورحت بتاعت سيد حمدي لما جاب الجون. ايوه. وفي نفس الوقت وغلبت 2 هناك 2-1، ضيعت ضربه جزاء. وفي نفس الوقت 1-1 بتاعت الصفاقسي التاريخيه بتاعت ابو تريكه وكسبت. واكتر من فانت النهارده الاهلي نفسيا قام دخل العيال في الجيم، ما دخلوا خناقه، خرجوا بره الجيم، الوداد كسب المباراه. المره دي لعيبه الاهلي مهما حصل لها هادي. منين؟ من الخبرات. النهارده هل الفريق الموجود ده يروح الوداد؟ ما هو الوداد المنافس الابرز للزمالك المفروض في البطوله، والضغط الجماهيري ده يحصل عليه وهيبقى ثابت؟ لا ده هتبقى عركه، هيبقى صعب جدا جدا. الكوره طبعا ما فيهاش حاجه يعني، ما فيهاش نتائج مسبقه، بس النتائج انا بكلمك هو ده المفروض الفريق الابرز اللي انت هتلعبه هو والمصري. يعني خلينا نقول البطوله ما فيهاش الا الوداد والمصري بشكل قوي، الفرقتين الاقوياء يعني بشكل كبير، ومعاهم الزمالك طبعا. فالزمالك هيلعب المصري، طب دي رايحه جايه، والزمالك والمصري ودي تبقى لو لعبوا يعني في الادوار اللي بعد كده. لكن الوداد فاهم محتاجه خبرات، ومحتاجه فين بقى هي قصة. او مهارات تغطي الخبرات، ولا دي موجوده ولا دي موجوده. فالمشكله الزمالك كده في مشكله كبيره جدا يعني. انا شايف ان تكوين فريق كده لحد يناير مش هتاخد اي حاجه. مش بس انت النهارده بتخسر، حتى الكونفدراليه اللي الزمالك كان بيلعب فيها الادوار النهائيه وكان بياخدها وخدها مرتين ورا بعض، والمفروض طالما هو فيها لازم ياخدها عشان يلعبوا سوبر وتزود عدد البطولات القاريه. لا فيها صعوبه المره دي، وجود الوداد كمان في البطوله صعب منها جدا. طيب عايز اخدك بقى نقطه تانية كده بره نقطه الزمالك، حاجه تخص شيكابالا. قول. بما انك برضو يعني من الناس قريبه منه، كلنا شفنا تصريح شيكابالا بتاع اللي هو لما قال اللعيبه بتشيش ومش عارف ايه والكلام ده. في ناس كتير قوي من جمهور الزمالك قالوا لا، هو حتى يعني ناس قالت ده ما حصلش وناس قالت ده حصل، بس حتى لو ده حصل ما كانش ينفع شيكابالا وبحجم شيكابالا ان هو يقول كده. انت شفت القصه دي ازاي؟ وهو نفسه حس ان هو ندمان؟ قال لكم مثلا انا ندمان ان انا قلت كده، ولا يعني القصه ايه؟ بص، نهائي جنوب افريقيا ده بعيد عن شيكابالا، بس اطلع الاول. ماشي. انا ليا حلقه من سنتين عليه. حلو. ساعه. حلو. يعني مش اي موقف حصل جنوب افريقيا النهائي، هذا النهائي الزمالك يعني بص ادارته اقسم بالله ارتكبت كميه اخطاء مرعبه، بس مش وقتها دلوقتي. تعال نرجع للتصريح نفسه. ماشي. التصريح نفسه من قائد كبير لنادي الزمالك فعلا قد يكون مخطئ، بس انا النهارده دي كانت اول حلقه لشيكابالا هوا. الناس انت يعني انت بس شفت انت جبت ايه؟ قلت لي تصريح شيكابالا غلط ولا لا؟ الوحيد ده بس اللي جبته. صح. لكن بعد كده الحمد لله اداؤه الاعلامي كان عامل ازاي؟ كويس جدا. كان لازم الناس، ما بقولكش ما تهاجموش يعني، انا مش بقول للناس ما تهاجموش، بس انت عارف ان دي اول حلقه. كان تعالى شيكا خد بالك التصريح ده غلط، ما يطلعش من اسطوره من اساطير النادي، وخد بالك في اللي جاي، لان اللي جاي كذا كذا كذا. زي ما ميدو مثلا عمل، ميدو كتب تويته او عمل فيديو تقريبا مهم جدا يا جماعه، دي اول مره لشيكا على الهوا وقام سنطرها بشكل، وده الحقيقي مش عشان ميدو صاحبه، هو ده الطبيعي لو انت عايز. بس هو الحمد لله بعد كده ده فعلا انا عن نفسي شايف ان التصريح لم يوفق فيه شيكا يعني بصراحه، اللي هو يقول لان هو اسطوره من اساطير النادي الزمالك. صح. فاللي حصل كان، بس ليه شيكابالا قاله؟ تعالى بقى نقوله. شيكابالا كان القصد بتاعه مش اللي هو يقول على الواقع، لان الناس عارفه وكل جمهور الزمالك كل الناس عارفه اللي فيه وقائع في النهائي ده بالذات افظع من كده مليار مره يعني. طلع مدير الكره نفى، اقسم بالله طلع السفريه دي. انا عامل حلقه من سنه، اصل ممكن تقول دلوقتي هو بيقول كده عشان شيكابالا قال صح، انا عارف ده اللي هتقال. لا في حلقه من سنه عن صن داونز دي موجوده، يبقى شوفوها. حلو. تمام.
مليار مره، اكتر من كده مليار مره. في السفريه دي تعمل عليها حكاوي القهاوي، يعني تتعمل السفريه دي بالذات. تمام. لكن شيكا كان عايز يقول لك ايه، طب ما انت، طب ما واتقال ده اللي كان، طب اصل هو، طب ما هو كابتن الفرقه ازاي، ما هو ما كانش في الا 14 لعيبه، الناس ناسيه. رئيس النادي زي كل سنه لما كان بيجي في دوري ابطال افريقيا بالاخص، زمان خسر دوريات افريقيا، دوري ابطال افريقيا كتير بسبب القايمه المعموله اللي بتاعت هنمشي 6 ونقعد 5، وبطل المشهد دايما كان فيها مرتضى منصور في السنين الاخيره. ماشي. تمام. فالراجل حتى، ودي روايه يعني، الراجل مؤمن مدرب الزمالك مؤمن سليمان قال له سيب لي بس حماده طلب. المصري كان عايز حماده قصاد محمد مجدي. محمد مجدي كان طالعه حلوه جدا، وكان مدافع جامد جدا وحاجه محترمه. الاصابه عطلته شويه يعني، وايمانه اللي حد عامل له سحر. خد بالك دي حته يعني، محمد مجدي كان مؤمن جدا ان في حد في النادي عامل له سحر، فهو ده اللي سبب الاصابه. كان بجد والله كان مؤمن. حد في النادي؟ حد لاعب في النادي، في نادي الزمالك. كان انت شفته في لعيبه كتير طلعت اتكلمت على ده معايا، بس مش في لعيبه بقى، كان في مدربين. لا وفي لعيبه لا قالت هو كان مؤمن يعني انا قلت له وائل اباني، ومعلش يا كابتن، ووائل اباني جاله اصابه اول ما جه الزمالك برضه، بس بعد كده الحمد لله تالق وعمل مسيره عظيمه. انا سمعت الحوار ده على فكره في الزمالك، يقول لك اللعيبه كانت ما بتسيبش في لعيبه كانت بتخاف تسيب اللبس يتغسل. ده بجد والله؟ طبعا ده حقيقي. طب وفي حد كان بيعمل كده بجد؟ ايوه بيعمل بجد. على كل الروايات بتاعه 90% من اللعيبه واصلها كانوا يعني مسنطرين اسمين هم اللي بيعملوا كده يعني. فمحمد منهم كان، فالراجل يمكن وطلعت صاروخ عشان بس ما نقللش من محمد، اللي صفقه كانت مهمه جدا. بس خد بالك محمد كان جاي من المصري، والمصري ما بيديش للاهلي في التوقيت ده. على الاقل في التوقيت دلوقتي الاهلي والمصري بداوا يدوا لبعض، بس التوقيت ده الاهلي والمصري ما كانوش بيدوا لبعض. محمد قاعد مش هيروح في حاجه، وكانش في بيراميدز. حلو. كان في بيراميدز بس مش، لا بس لسه مش، ما كانش في بيراميدز اعتقد، كمان ما كانش في بيراميدز، ما كانش في بيراميدز اعتقد، ولو حتى موجود ما كانش يعني لسه في التوغل ده. فما كانش في بيراميدز، والاهلي مش هياخد، فخلاص الراجل قاعد معاك لاخر السنه ما تسيبه. وهو كده مؤمن قال له سيب لي حماده طول بس 6 شهور دول، وانا بوعدك ان انا هجيب بطوله افريقيا. وفعلا حماده بس لو كان موجود فلاعب باك شمال، فمعروف دخل. خد بالك شوف حماده غير ازاي. معروف كان هيدخل هو نص الملعب، فما كنت مش هتلعب ايمن حفني او شيكا في ماتش الذهاب. وتلعب ب8 مدافع، 8 يبقى مدافع اكتر شويه، ويبقى معاك خيار. بص عشان حماده طلبه بس غيرت ايه، وهو كان هيبقى واقف الوقفه بتاعت معروف في الجون الاول بتاعت وكان خلصت الموضوع، وكان ممكن الزمالك يكسب بطوله افريقيا عشان حماده طلبه بس. ايوه فاهم قصدك. فالراجل قال له لا. فاهمني اقصد ايه؟ فالنهارده الزمالك في بطوله افريقيا الاخيره دي هو ما كانش قادر. الكابتن بقى اللي هم قالوا الكابتن كان ياخد القرار، ما هو مش قادر. هم 14 لو غاب واحد، وفي لعيبه غابت، احمد توفيق برضو نفس قصه الاسحار دي وبتاع، تعب جامد، وقعد لعبوه بالعافيه بحقن عشان يلعب، وكذا لاعب في الفرقه كانوا مصابين ولاعب بحقن في الفرقه. فانت كنت هتاخد قرار ازاي؟ ما انت لو واحد غاب خلاص انت ممكن جنش. ودي برضو مش عارف معلومه يمكن تكون بتقل اول مره، جنش كان بيتدرب اللي هو يلعب لاعب، كان بينزل. لا يا راجل. والله في البطوله مفيش حد بجد. احنا كنا بجد بالاجوان 15 او 16 بالاجوان، يعني 2 الاجوان. فهم الثلاث تبديلات هينزلوا، هم فكانوا بيمرنوا جنش احتياطي ان هو انت عشان لو حاجه تصاب هيدخل يعمل قرار مع حد ازاي؟ اي لعيب النهارده هتاخد ضده قرار هتلعب ازاي؟ ممكن ما تلاقيش 11 في الملعب. يا نهار ابيض. فكانت كارثه. طب وشيكابالا قال بقى التصريح ده بغرض التوعيه، بغرض اللي هو لا كان بيتكلموا عن نهائي افريقيا يعني، والكلام جه بقى في سياق اللي هو اللي حصل موقف زي ده. هو ليه ما خدش موقف؟ انا بقول لك لانه ما كانش يقدر ياخد فين. هاخد موقف فين؟ ده هم اصلا هو ده كله هو لا تكمله الفيديو اللي الاداره يعني بما معناه باعت الفريق في الماتش ده. ايوه بشكل كبير. بس ليه الاداره تعمل كده؟ يعني اكيد الاداره في صالحها ان الفرقه تكسب تاخد افريقيا. ده في الاول وفي الاخر هيتحسب له. طبعا وكلامك مظبوط. بس عايز اقول لك ازاي، لان الاداره نفسها ده موضوع معروف يعني. الاداره نفسها مين اللي خلى العيال دي تؤمن بالسحر؟ لعيبه الكره اللي في الفرقه. الاداره مع الاداره وقتها كانت معتقده كانت بتصفر ناس مع ده رسمي يعني، رسمي كانت بتصفر ناس مع الفرقه. كابتن ميدو اتكلم في القصه دي، كابتن مؤمن. فكان هم معتقدين ناس شيوخ يعني. ايوه معتقدين اللي هو لو عملوا 100 موبقات، اي موبقات هيعملوها برضو كده الشيوخ هتجيب لنا الماتش. انت بتتكلم بجد والله؟ والله العظيم. لا دي سافروا، دي متصوره، دول سافروا. الشيوخ بيسافروا مع الفرقه في جنوب افريقيا دي 2 وعملوا. بص انا بقولك في حلقه ساعه عن البطوله دي بس، عن الماتش ده بس. فانت ممكن الناس دي يشوفوا بقى لا في كان معتقدين اللي كده اللي ممكن هم يكونوا بياخدوا البطولات عن طريق كده.
فعادي بقى في اي هم عملوا بوقات كتيره قوي، وصدقني انا بقول لك حوارات، يعني حوارات كتير 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 كتير، منها 2 انا ممكن اتكلم عليها دي، ممكن 2 صحفيين مرافقين للبعثه وقتها عملوا فضيحه بسبب الشيوخ. لا عملوا فضيحه في لوبي الفندق، فضيحه والناس طلعت وبتاع من غير ما اقولها لانها صعبه جدا. ماشي ما تقولش حاجه وفي وبالليل نفس الكلام، اعضاء مجلس، كارثه، فضيحه، وهم الناس عارفاها، واحمد مرتضى عارفها. واحمد مرتضى عشان بس اصل الامير قال ما حصلش حاجه من دي في احد الانترفيوهات، احمد مرتضى كل اللي عمله اللي هو لم الموضوع فعلا ودفع اموال يعني معينه، وكل اللي همه وقتها ان هو ما حدش بس يقول للمستشار، ما حدش يقول لبابا، بس ده كانت القصه كلها. فيعني فاهم، فلا لا لا السفريه دي كانت صعبه جدا. فاحنا الزمالك فعلا هتقول لي طب الاداره فعلا، الاداره كانت عايزه الزمالك يكسب، بس هي فاكره ان ده عادي، ان انا اصفر 12 صحفي مثلا ومنهم او 10 15 صحفي على طياره خاصه، واصحاب واصدقاء ابناء رؤساء النادي الاهلاويه، ومن هنا الاهلاويه مش صبه ولا حاجه، بس انت فاهم انا رايح نهائي افريقيا، طب ما اخد صحابي الزملكاويه حتى، خد صحابك برضه، اكيد الاهلاوي برضه احنا في الاول في الاخر كوره يعني، مش قصدي حاجه لا بس انت فاهم دماغي قصدي في نهايه افريقيا، ففكت البتاع كانت ماشي. فالنهارده هم فاكرين ان ده عادي في الكوره، يعني هم فاكرين ان ده عادي وهنكسب، ما احنا معانا وفاكرين ان ده طبيعي. وصفر الصحفيين السياسيين بيسافروا ليه؟ خد بالك في صحفيين سياسيين مش راضيين كانوا مسافرين. ليه بقى؟ هم اصحابه بيخدموه في حاجات تانية، اصحاب رئيس النادي، فبيطلعوه، فعنده هو حكايه في مش عارف ايه، كان مجلس الشعب يقوم جايب الصحفي الفلاني اللي شغال في الوفد، اللي شغال في الاهرام، اللي شغال في وهكذا، فهو كده جاملهم. فاهم مصالح بره الفرقه يعني، بره الكوره قصه يعني. هو صفر بتاع 12 13 صحفي في الفتره، حتى انا قلت لهم انا كان ليا تصريح وقتها لما بعثه الصحفيين مسافره، قلت لهم انجلترا ما بتروحش الاولمبياد بالعدد ده بتاع والله، فانت كانت فكه خالص يعني. بس الحمد لله يعني، الحمد لله. بس عامه حتى التصريح ده عشان نقفله، هو ده كان التصريح الوحيد فعلا اللي ما كانش موافق فيه، وبعد كده الراجل انطلق يعني الحمد لله. طب انت بمناسبه القصه دي شايف ان شيكابالا شخصيته اتغيرت بعد ما يعني في اهلاويه كتير قوي حبوه، قال لك ايه ده شيكابالا، يعني الناس اللي عارفاه شخصيا يقول لك ده طيب ده بتاع مش في ناس بقى جمهور اهلي او كده كان فكرتهم عن شيكابالا العصبي اللي بيتخانق، اللي هو بتاع الكوره بتاعنا كلنا واحنا بنلعب كوره، فاهم؟ فانت شايف ان شخصيته كده اما بطل ودخل شخصيته الحقيقيه بانت كده، شفتها؟ خضيت انا من شيكا، خضيت بجد، ما كنتش متوقع كده. اي لعيب بالذات بشخصيه شيكا بعيد شويه عن التجمعات او كده زي ما بيقولوا، مش اجتماعي قوي يعني قافل على نفسه شويه، مش عشان حاجه، هو كوره وغير فاهم. فلا شيكابالا بهرني بصراحه، اللي هو في تطوره الرهيب في الاعلام دلوقتي. هو بيدير كمان النادي جي، اكيد سمعت او شفت عنه، فبيديره بشكل جيد جدا 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 يعني، واخد كل الحاجات اللي يعني بيدير بمناهج فعلا بجد بعلم، مش الموضوع بالفهلوه بتاع. نفس الكلام في الاعلام، اشتغل على نفسه جامد قوي شيكا في القصه ديت، وشغال. انا بقول لك هو باهرني اذا كان في تصريحاته واذا كان في قراراته، هو رئيس نادي. فشيكا فعلا، ولذلك الناس مش بس قصه الاهلاويه، او الاهلاويه يمكن عشان كان في كلاش، الزمالكاويه مبسوطين قوي، وحتى عايز اقول لك بيفرحوا في المكسب بتاع جي بطريقه كبيره جدا يعني، وبيبقى معاه هو فانز، جاي فانز للنادي. وكمان في الاعلام التطور اللي بيحصل له والتحليل، انت بتشوف هو بيحلل الكوره عامل ازاي. طبعا فهي كانت بعد اول حلقه فعلا كان ممكن يكون زي ما قلت لك القصه دي، رغم بعد كده هو بهرني بصراحه. انا كنت متخيل الوقت يعني كل النجوم الاساطير بصراحه، انا بحب فيه اساطير كتير حتى في الكوره، كابتن خطيب منهم حتى يعني، وكابتن كل الكباتن خدوا وقت شويه، اي بالذات الاساطير خد بالك عن اللعيب التاني، عشان كلمته محسوبه. واحد يعني 2 لا اللعيب العادي بيبقى عارف اللي دي خلاص ما عنديش الا دي، فلازم اركز. انما شيكا مش قصدي حاجه يعني، هيلاقي 100,000 حاجه، ولو طلع بس بشكله كده انت شايف فاهم. فالله اكبر، لكن لقيته مركز تركيز غير طبيعي، ما خدش الوقت اللي هم خدوه. في لعيبه كبيره خدت وقت طويل شويه، حتى في قنوات عربيه خدوا وقت طويل شويه عشان تظبط المكنه تتظبط، هو لا ظبطها على طول. طيب الحمد لله. نطلع بقى من قصه شيكا كده، قصه زيزو. عايز اسالك حاجتين في قصه زيزو. انت كنت عارف ان زيزو هيروح الاهلي ولا لا وهو في الزمالك؟ وشايف ايه الفرق بين زيزو والزمالك والاهلي؟ لا عارف كان عندك معلومه او كنت عارف او كنت حاسس؟ يوم رمضان طلعت في البلكونه عندنا كده بعمل في الجنينه، بس خلي بالك شيكا كان قال ان هو مش هيطلع او يعني الناس ما حدش كان زيزو كان قريب جدا مني برضه، جدا جدا جدا
في اخر فتره كمان، ده بالفتره الاخيره اللي هو كان يخدعنا فيها كان قريب جدا من خلاص. انا عارف خلاص اللي الاهلي، بس هو الراجل حلف بحلفانات غريبه يعني، انا مش عايز اقولها بس على الهوا، بس على الاقل برحمه بنته او سوري بحياه بنته، يعني حلف بحياه بنته اللي هو ما مضى. حلف لكم بحياه بنته؟ لا في حاجات اعلى من كده يعني اللي هو ما مضاش للاهلي لغايه اخر ثانيه، لغايه اخر ثانيه وهو رايح السفاره بيقول يعني سالت يا زيزو قال لك لا اصل انا رايح السفاره عشان مش عارف مين مراتي تخلف فهتخلف هناك، فالولد ياخد الجنسيه ولا البنوته اللي جايه تاخد الجنسيه ربنا يخليها له. فده يا عالمي احنا خلاص انت جوه، انت رايح تاخد التاشيره بتاعت كاس العالم. فلغايه اخر لحظه هي دي اللي زعلنا من زيزو. زيزو بالنسبه لي انا مش زعلان منه زي امام مثلا. امام لا امام اتقهرت مش زعلت بس. اشمعنى بقى؟ اولا امام كلاعب طبعا اجمد من زيزو 100 مره بالنسبه لي. يعني دي ما فيهاش يعني بالنسبه لي انا بصراحه اكيد امام اجمد من زيزو. امام اللاعب الوحيد في الجيل ده اللي يشيل نادي على كتفه ويمشي بيه عادي. متفق معاك 100%. تمام. غير كده بس انا مش عشان اللعب بس، يعني مش قصه اللي هو زملكاوي قوي بس. امام بالنسبه لي حاجه تانية خالص. زيزو موظف طول عمره على فكره، هو راجل شرب كده بيبص بس احنا يعني اقول لك جمهور الزمالك عمره رغم ارقامه الخياليه اللي هو عاملها، هو عامل ارقام خياليه مع الزمالك في عدد السنين. زيزو عامل ارقام خياليه مع الزمالك، بس جمهور الزمالك دايما بيعامل زيزو اللي هو راجل موظف جامد. لكن معشوق هو امام كان الوحيد اللي قريب من الحته دي اللي هياخدها مع الشيك. يعني امام الوحيد اللي كان عنده دي. فما زعلتش الوقت اتنقل الاهلي عادي، كان زيزو اتنقل الاهلي عادي. بس هو المشكله اللي هو في اخر شهرين حلف بكل الحلفانات الممكنه والغير ممكنه اللي هو وانت كنت مصدقه بقى اللي هو الراجل بيحلف عامل فيها قول لي انت مكاني هصدقه راجل وراجل وزيزو مش واحد مش بص في لعيبه هايفه فاهم وبتحلف عادي على اي حاجه. المفروض بعقليه زيزو بتاع قول لي يا عم انا مش همضي في الزمالك، مش قاعد في الزمالك راح قطر، مش قاعد اقول لي ينفع يقول لك الاهلي وتطلع تقول لا صح راح قطر راح قطر يا سنتي وخلاص. لكن انا عمري ما اروح ويحلف بكل وهو ماضي اصلا من 6 شهور من شهر واحد، فكانت صعبه جدا يعني. طب انت شايف ايه الفرق بينه الزمالك والاهلي كلاعب؟ بص منظومه الاهلي اصلا كان تكوين الفريق بتاع الاهلي السنه دي ما كانش افضل حاجه، كان الاهلي عمل تخمه في مكان معين كده كتير قوي، ففضلت الناس كلها تلعب لغايه ما جت روب مدرب كويس قوي، تروب جامد يا اسطى قوي لاعب مباشر جامد قوي. فاللاعب المباشر هيفيد زيزو قوي اكتر. لاعب يستفيد من هذا المدرب هو زيزو. ليه؟ زيزو لعب مباشر. هو ستايل مدرسه الاهلي قوي كمان، يعني زيزو لاعب على مدرسه الاهلي. هو لاعب انا لاعب مباشر لعب جماعي والراجل الدنماركي ده لعب مباشر فجه كمله. في الاول اللعب ما كانش مباشر، كان لعب تيكي تاكا واسباني وهندور الكوره ونطلع بيها ومش عارف ايه والثمانيه هيروح فين زيزو لوش في الاول لو خدت بالك عطل. هو لعبه مباشر جدا. مين اقوى فيهم لسه انت ما تقدرش تحكم على تجربه زيزو في الاهلي، ولكن زيزو لحد دلوقتي في التجربتين قوي بصراحه. خلينا نقول اللي في تجربه، بس ده تجربه الزمالك عشان مكتمله هو متوهج عشان كامله فهو خد فهتقول طبعا توهج تجربه الزمالك اكتر بكتير طبعا لحد دلوقتي لانه لسه ما كملش التجربه طبعا. لكن هو بعد ما الراجل ده جه بدا يشتغل بدا يبقى كويس. الراجل ده فرق مع لعيبه كتير منهم بن شرقي طبعا يعني بشكل اكيد طبعا قربوا للجون. وعارف انت هم دي مشكلتك اللي انت ما بتعرفش تدافع خلاص ما تدافعش قرب للجون وخلاص. وقربوا من البوكس. وانا بقول لك بن شرقي لو لاعب فيرود مش الاهلي بيدور على فيرود، بن شرقي لو لاعب فيرود هياخد هداف الدوري. لعيب كبير. لا لو لاعب جوه البوكس كمان هيبقى شفت الجول اللي جابه في الزمالك الكره اصلا الاستلامه بالحطه لا هو لو لاعب جول ما هي دي في مكان ده لو فيرود الثاني على فكره. وعلى فكره يا شباب ده لو فيرود الثاني كان استلمها كان ممكن على ما يعدل جسمه ولا يزقها ولا يعني لو شريف وانا بحب شريف جدا يعني مش تقطيع فيه والله. انت لو شريف كان هياخدها لجوه كان عوضها يمسكها كانت هتطول منه اكيد مش هيعملها كده ولا هياخدها بالشكل ده او على الاقل كان هيمشي بيه كان عوض يطلع يقفل عليه فاهم. او شريف او جريتشار يعني مش قصدي بس هو بن شرقي لا لو عشان ليفل عالي قوي الاهلي بن شرقي اتحط جوه التسعه هيبقى هداف الدوري. كل ما تقرب بن شرقي دلوقتي كمان يعني نفس القصه طبعا مع فريق التشبيه يعني ومع فريق المهارات وكل حاجه. في نفس قصه كريستيانو قربوا للجون خلاص هو مش هيدافع خلاص سنه كبر وهو الراجل ما بيحبش الدفاع فما ترخمش عليه. المدربين اللي قبل كده كانوا بيرخموا على بن شرقي فكان ظاهر اللي هو وحش قوي يعني في بدايه بن شرقي بادي مع الاهلي بدايه سيئه جدا لكن دلوقتي بدأ مع الراجل ده يفوق شويه. فاهم قصدك. طب انت بالنسبه لك مين احسن لعيب في مصر دلوقتي في اللحظه دي؟ هو امام مفيش لا امام مصاب او لسه راجع من الاصابه. في اللحظه دي مين احسن لعيب في مصر؟ انا عارف انك هتقول امام. هو كده امام اجمد لعيب في مصر. شيل امام. عندك لعيبه كتير. عندك زيزو عندك بن شرقي عندك تريزيجيه عندك ما ينفعش يبقى احسن لعيب في مصر. عندك عبد الله عندك عبد الله السعيد عندك بيزيرا عندك لعيبه كتير قوي. ناقص حاجات كتير وفرق الزمالك مش مساعده فما اقدرش اقول اللي هو احسن لاعب. تريزيجيه لا تريزيجيه منهم طبعا اكيد بس انا بفكر في احسن لاعب ديت يعني يكون
اقول لك يعني مش عايز اقول حاجه عشان تبقى ترند او الكلام ده. مروان عطيه. مروان عطيه بالنسبه لك هقول احسن لك لاعب في ليه. مصر؟ ماشي قول لي، انا معاك. دلوقتي انت قلت لي دلوقتي في اللحظه دي دلوقتي مروان، انا قلت مثلا للراجل لازم هيغير الست. انا لما جه الراجل ده في اول ماتشين ثلاثه قلت لهم يا جماعه هتفتكروا هتقولوا عليا مجنون، الراجل ده هيطلب صفقه ست. لان الراجل ده اعتماده في اللعب المباشر بتاعه على اللعيب رقم 6، خد بالك. حلو. فمروان ما كانش بيعمل كده. مروان مع الراجل اتحول وعمل حاجات ما كانش بيعملها. بقى بيلعب لقدام اكتر بيشوط، جاب جون في الزمالك، جون متحرك. بقى بيلعب لعب مباشر، بقى بيلعب لعب قطري، بقى بيعمل ثرو باصات، بقى بيعمل كل حاجه، بقى بينزل يستلم الكره من الاثنين المساكين، والاثنين المساكين اللي في الاهلي وحشين ومفيش باك شمال. فاصلا دي خد بالك، وانت راجل لعبت كوره وعارف الكوره بتجيله متكعبله منهم. اكيد مش بتجيله مرتاح. ما فيش واحد زي محمد عبد المنعم تحت من الاخر يطلع له الكره سالكه، او محمد اسماعيل. فشايل الفرقه ورا من في الكوره في البيلد اب، وكمان بيطلعها حلوه قوي. فطور نفسه. خد بالك انا قلت اول صفقه هيطلب 6، مستحيل مروان هيعمل له اللي هو عايز يعمله له. من الهيستوري بتاع مروان قلت مستحيل. مروان راجل كان قطاع، بس بالنسبه لي يعني راجل قطاع مجهود، بيباصي الكره القريبه اللي جنبه. لكن النهارده الراجل يتطور بسرعه كده كمان. طبعا هو بن شرقي، اكيد كل الناس هتقول بن شرقي او تريزيجيه، الناس بتبص اللي بيهدف اكتر، بس مروان بجد مؤثر في فرقه الاهلي دلوقتي في الشهور اللي فاتت دي بالنسبه لي مروان عطيه لعيب كبير قوي. طب سؤال لولبي بقى، لو عايز تاخد لعيب واحد من الاهلي في الزمالك دلوقتي، بن شرقي او امام طبعا يعني. يعني. هترجع الاثنين تاني. اولادنا كل فرقه الاهلي ولادنا. حتى مروان ده تعاقدنا معاه ما الاول. تاخدش تريزيجيه؟ لا تريزيجيه مش لاعب الزمالك، والله مش قصدي حاجه، بحب تريزيجيه واخواته وناس محترمه جدا، بس مش لاعب مش قصدي ان الزمالك ده نادي اعلى من الكل، لا يعني ستايل اللعب. بس عادي. لسه كنت بقول لك زيزو شلاي على الاهلي عادي، مش قصدي لا اخد بن شرقي او امام، دول شكلنا اوكي، شكل لعبنا يعني. طب انت اولادنا يعني. طب انت اولادنا كل شويه اولادنا. طب انت بالنسبه لك لو اختار اجمد لعيب في مصر اخر 20 سنه، عندك شيكابالا، عندك ابو تريكه، عندك بركات، لو عايز تحط لعيب تاني براحتك. بص القياس بناء على ايه؟ اجمد لعيب بالنسبه لك شيكابالا طبعا، مش عشان حاجه انا اكيد. طب زعلي ليه يا عم؟ هقول لك ليه. شيكابالا لعب مده اطول، دي نقطه. اطول من مين؟ من ابو تريكه؟ لعب اطول من ابو تريكه لعب كام سنه في الاهلي؟ في الاهلي ابو تريكه في الاهلي من 2005 2006 2006 لحد 10 لا 10 ايه 13 سوري الاعتزال، لعب لحد 13. وقبلها اقول كمان شيكا مشي واحترف ورجع مرتين ثلاثه في ال20. شيكا انت عارف لعب لسه كانوا بيقولوها اول امبارح، لعب هو 16 سنه وكسور مع طلع صغير قوي حتى وانا احكي لك حته في الحته دي، هو ما كانش مصدق لما قالوا له تعالى بكره الفريق الاول هتلعب مع الفريق الاول بكره التدريب، ما راحش. لا مش ما راحش عشان ما راحش، قالوا له قال لك دول مجانين يا عم، هنضرب ايه مع حسام حسن انا وجمال حمزه ووليد صلاح وحازم امام، وكانت فرقه، وخالد الغندور كان لسه ما اعتزلش، وصبري وكل دول النجوم دول مين ده؟ فراحوا جابوه من الراجل، راح جابه قال له تعالى يا ابني يا حبيبي البس البتاع ده هتتضرب معاهم. وهو مش مقتنع. ف 16 سنه ده انت النهارده خلص هو يعني كام على مشارف ال40، انت بتتكلم في حتى لو طلع شويه هتبقى وشويه ايقافاتها، انت بتتكلم على مسيره كبيره. تاني حاجه النقطه بقى الاهم، نفس القصه بنتكلم فيها، مش عشان انا عارف ان الناس دلوقتي هتتخض وتفتكر ان انا بعمل كده برضو عشان ترند وبتاع، لا ابو تريكه لعيب اسطوري بالنسبه لي، اسطوري مش لعيب عادي. وبركات لعيب اسطوري، وعماد متعب لعيب اسطوري طبعا. كل دول نجوم كبار جدا. وعماد النحاس على فكره من الناس اللعيبه الجامدين جدا في كره القدم طبعا، ولاعيبه اخرين يعني طبعا في الجيل بتاع الاهلي بس كل دول لعبوا مع بعض، فالاسطوريين دول كلهم كانوا جنب بعض، فكانوا عاملين فرقه جامده قوي. فاهم القصد ابو تريكه. وانا هسالك انت السؤال، ابو تريكه كان جاي مكان صالح سدير وفرقت 200,000 جنيه على فكره، حاجه كده 350,000 جنيه بالظبط. ابو تريكه كان في الزمالك وقعد في الجنينه وهيمضي للزمالك، والحكايه ابو تريكه خلاص هيمضي للزمالك. كمال درويش قال لا ده غالي عالي القصه، ده غالي علينا بالرقم ده، وما ينفعش تشتريش لعيب من فريق كان الترسانه بينافس، ما تشتريش فريق بينافس على الهبوط بالرقم ده 650,000 جنيه حاجه كده. وباظت الصفقه. ابو تريكه كان جاي مكان صالح سدير جه مكانه اصلا. لو كان ابو تريكه جه، او بلاش يعني لو كان ابو تريكه جه في الجيل ده، في جيل الزمالك ما كانش هيبقى ابو تريكه ده واحد. طب هو كان هيشيل النادي؟ لا كان هيبقى جامد وهيشيل الفرقه وهيبقى مؤثر. هيشيل النادي؟ لا اسمعني صدقني بس والله. طب هقول لك كان هيبقى جامد وهيبقى مؤثر معلش يعني انا عبد الله السعيد لعيب كبير قوي فاهم، وعنده 40 سنه وانا بقول لك دلوقتي هو ده ليفل تاني خالص فاهم.
ودلوقتي بيأثر في الفرقه وبيشيل الفرقه. شيكابالا اسمه ايه ده، ابو تريكه، اسمعني بس، ابو تريكه كان هيبقى مؤثر وهيشيل الفرقه وهيعمل كل حاجه، بس ما كانش هيعمل نجاحات الاهلي، بمعنى ان كل حاجه نسبيه. طبيعي ده يعني ما كانش هيقعد ياخد 3 4 5 دوري وافريقيا بس. كنت هتلاقي الزمالك مثلا بدل ما هو ما يفنش سادس باللعيبه دي، كان هيفنش تاني، الاهلي ياخد منه الدوري في اخر ماتش، يخطف دوري، يطلع في مره هداف دوري، كان هيعمل كده. بس في ظروف الزمالك صدقني ابو تريكه ما كانش هيشيل. دي وجهه نظر كور. ابو تريكه ما كانش، مش قصدي اللي هو قليل، لا هو بص، هو راجل اتحط في منظومه جامده قوي. هو كان هتقول لي ما هو في الترسانه كان جامد، هو فعلا كان في الترسانه جامد قوي مثلا. ابو تريكه كان حريف قوي مثلا بيعمل كل حاجه في الكوره، بس برضه خد بالك بحظ ابو تريكه. ابو تريكه رغم موفق، هو موفق قوي وعنده طبعًا حظ كبير. طبعا فرقه الترسانه كانت جامده، مهند البوشي لو انت فاكر، وعمرو سماكه، وكان في فروت كمان كانت بس ما تحسبش جامد، لعيبه جامده جدا. ما هم بيلعب على قد اللي قعدهم في الدوري، وكان الراجل بيعمل كده اكيد. وهو كان جامد مع فرقه جامده برضو على قد اللي الفرقه وقتها كانت جامده. وكان في حضور جماهيري. انا بحط فيديوهات لابو تريكه ساعات، او فرقه الترسانه الملعب مليان 20,000 ماشي. فكان حتى فرقه الترسانه كان هو جامد، هو لعيب جامد. ما بقولش، افهمني بس الكلمه انا فاهم قصدك. يعني هقول لك على حاجه مثلا، ايه، حسام حسن حلو والخطيب، ده كواليتي جامد وده كواليتي جامد، أكيد. صح. حسام حسن يشيل فرقه عادي. الكابتن الخطيب قصدي هفهمها لك، هو عايز يلعب، مش هيروح يشيل. انا لعيب كوره مزاج، انا بتاع الكوره، مش هقعد انا هنحت في الصخر واجيل وراه. شيكا في الزمالك لذلك وسنين طويله زي موسم 2010 2011 هو شايل الفرقه في حاجات كتير، شايلها فنيا وشايل حمل الفريق، كان كابن، وقعد فتره طويله مع النادي ده. وانا بقول لك وده حته كمان بتضاف. ابو تريكه ضاف لشعبيه الاهلي اكيد، ما فيهاش مقارنه. وهنا على فكره المقارنه بين اتنين اساطير وجهه نظري، يعني هي مقارنه حلوه، ما فيهاش عشان الناس ما تاخدهاش بس ان ده ده حلو يبقى ده وحش. بالعكس خالص. انا ما بسافر حتى بحب ابو تريكه جدا واتكلم، والناس عارفه يعني، ما فيش تقليل منه، بس طبعا. هو اسطوره في مكانه. لكن شيكابالا قعد مده طويله شايل فريق هو لوحده. يعني ابو تريكه لعب مع في الجيل بتاع، مش عايز اقول اسماء بتاع، انت عارفهم عشان ما نقللش من حد يعني. كان الموضوع يبقى صعب، مش هيعرف يلعب كرة اصلا معاه. هم الناس في لج اللعيبه الحريفه قوي، فالتاني كان حريف وسريع، فبيعرف يحل، يعرف ينزل نص قبل نص الملعب، ياخد الكرة يجري بيها 20 30 متر. يعني شيكابالا الله اكبر ما اتصابش خالص تقريبا بس خلي بالك من حاجه، ابو تريكه كان قوي بدنيا جدا. ايوه مش قصدي اللي هو ضعيف، لا جدا، هو وما بيتزنقوا بينزل يطلع من الكوره. انا قصدي اللي هو لازم يتهيأ له عشان يلعب. انا فاهم. بص اصل احنا بنتكلم في حاجه، هي هو انت وجهه نظرك صح وانا وجهه نظري صح، هي اختلاف وجهات نظر. انت فاهم قصدي؟ بس انا قصدي انك ابو تريكه كان هيبقى جامد قوي وكان هيكسر الدنيا، بس كان اكيد مش هيبقى بنفس مكانه ما هو في الاهلي ما كانش هيتسمح له والله. انا بقول لك انا عارف. هو صالح صديق لعيب قليل؟ لا لعيب جامد. طب هديك واحده، صالح صديق كان بيروح المنتخب في العراق يكسر الدنيا في المنتخب، يجي الزمالك. طب ليه؟ عشان طبعا هنا كان اللعيبه في الزمالك في الوقت ده كان، لا في كان الكواليتي والمناخ، فاهم. خد بالك هو جاي من بره ابو تريكه، هيدا اللي انا اقصده، كان جاي من بره. فعشان يندمج ويسيبوه مكان اللعيبه اللي كانت بتلعب في المركز ده، لا كان في اباطره اعلاميه برضه فاهم. فكانت هتبقى الدنيا طب انت شايف شيكابالا ظلم نفسه واتظلم؟ انا بشوف ان هو ظلم نفسه واتظلم. الاثنين ممكن يمشي، جملتين تمشي صح. ظلم نفسه في العقليه شويه وفي ان هو كان انفعال. اختيار ممكن دي جزء، بس اختيار عارف انت، اختيار الفريق التيم، يعني تيم الفريق العمل اللي كان معاه مثلا في التوقيت ده، او الناس اللي كانت بتدير القصه في التوقيت ده، ما يعني اعتقد لو كانت زوجته اللي هو مين اللي هو الوكيل مع اساسا مثلا ساعتها كله بقى، ما هو والناس اللي حواليه الجمله كده كانوا بيسوحوه، بمعنى مش بيسوحوه برضو عشان ما نظلمش الناس، بس ممكن يكونوا كانوا بيفكروا في نفسهم الاول. دايما انت في حياه اي نجم، لو الناس اللي حواليها بتفكر في النجم الاول، هي هتكسب اكتر. خد بالك، ايوه الناس اللي بتشتغل معاه شغل بفلوس، صح. لان هو لما هو هيبقى جامد قوي انا اجمد وهتفضل جامد قوي، صح. لكن للاسف شيكابالا في فترته الاولى قابل ناس كتير جدا مش بس في نفسها، بتفكر في نفسها اكتر، شمامه مصلحته هو بس. فداست عليه شويه او جت عليه شويه او سابته يروح في حتت مش ظريفه شويه علشان مصلحتها هي. فانا اعتقد شيكابالا لو كان قابل زوجته من بدري كان هيبقى في مكان تاني عن كده، يعني حته تانية. كان لسه يبقى عادي، كان ممكن يكون فضل فتره في اوروبا كتير، يعني فضل قاعد فتره في اوروبا. طيب بما انك من الناس القريبه من شيك ماشي. واشتغلت معاه في جي، تمام، شايف ان شيكابالا ممكن يبقى رئيس نادي الزمالك؟ بص، شيكا يبقى رئيس نادي الزمالك لا هو محتاجه وقت طويل جدا. هو الحمد لله لربنا، يعني يمكن يكون موضوع جي ده جه في التوقيت ده اللي شيكا ياخد
خبرات. يعني خبرات بشكل كبير جدا في الدرجات من غير ضغط ومن غير ضغوط. طبعا نادي ملوش قاعده جماهيريه كبيره، فمن غير ضغوط. وفي نفس الوقت في درجات هو ما اشتغلش فيها ولا لعب فيها قبل كده، فبيشوف حاجات جديده عليه ومشاكل جديده عليه مختلفه خالص، فياخد خبرات الاول. دي نقطه. بس عموما الزمالك حالته دلوقتي او المناخ دلوقتي او الناس اللي موجوده دلوقتي النهارده انت سمعت في بيان كابتن ايمن رمادي قال لك اللي انا متعامل مع اداره البنك الاهلي المحترمه وحط تحتها 30 خط. فانا موجود يعني اولا غير طامع في بدايه في نص البيان قال لك غير طامع في العمل في نادي الزمالك. اصبح نادي الزمالك في مناخه الحالي غير مش يعني عارف المناخ طارد لكل اي حد نجم لاي حد عايز يعمل حاجه. فقصه اللي المناخ يفضل كده اعتقد شيكا هيبقى لا، ما اعتقدش اللي هو يبقى هيتجه للاداره في نادي الزمالك. ده اعتقادي يعني لحد ما المناخ يتظبط ويبقى في مناخ يعني استقرار وفي مناخ عادل للكل، اللي ما يبقاش فيه محاربه لاولاد النادي مثلا او محاربه للنجوم او محاربه لكل ده، علشان الناس اللي تيجي تشتغل بس ناس تيجي تشتغل. وكمان هو بالمره هو يكون ياخد خبرات وبقى واخد خبرات اكتر في النادي اللي هو موجود فيه دلوقتي. فاعتقد لا لسه بدري قوي قوي على الموضوع ده، يعني لسه بدري كتير يعني. سنتي انا اتبسطت قوي معاك والله بالكلام بجد والله. الكلام معاك ممتع حبيبي ولازم اقبض عليك تاني تيجي يلا بينا نقعد نتكلم في الكوره ونقطع ونعمل كل حاجه. بجد استمتعت بيك جدا حبيبي والله. وعايزك بقى تمضينا على التيشيرت الحلو ده. ماشي. انا سنتي واربعه ابراهيم سعيد ولا لا فاهم؟ كنت بحب ابراهيم جدا. كنت بحب ابراهيم سعيد قوي، لعيب جامد قوي. اللاعب بص اقول لك اللاعب الوحيد الاهلاوي الوحيد وهو كان في الاهلي يعني هو مش اهلاوي المفروض ابراهيم انا زملكاوي. المهم هو اللاعب الوحيد اللي في الاهلي كنت حاطط بوستر له. بس انا كنت بحب اربعه بالنسبه لي اجمد لعيب في مصر. اربعه عشان سونج كنت بعشق سونج قوي وسيرخو راموس طبعا وابراهيم 3. فبصراحه بحب الرقم ده يعني. عنده سنتي اهو. ماشي ماشي. الله لا بالجبنه صح. حلو فشخ. حلو فشخ. عجباني اخد الكرة دي. طب ماشي القصة دي الكرة دي عندي انا عندي اللي جبت سنتي هنا